السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه، التطبيق ده فايدته ايه، التطبيق ده بيشتغل ازاي، التطبيق ده حقيقي، التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها ومش قادرين توصلوا لها وعارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق. كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال فيديو شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد، بالاضافه كمان ان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديده اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها وتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه مايكروسوفت ديفندر انتي فيروس. التطبيق ده مساحته 48 ميجا، محمله اكتر من 10 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق المفروض يكون موجود على كل موبايل اندرويد او كل موبايل ذكي، بالنسبة للناس اللي هي بتخش على النت والناس اللي هي بتتصفح والناس اللي بتبعت لها حاجات على الفيسبوك وعلى الواتساب وبتبعت لها حاجات على التليجرام وعلى الانستجرام والحاجات دي كلها. لازم يكون عندك تطبيق انتي فيروس، مش شرط التطبيق ده بس لازم يكون عندك تطبيق انتي فيروس. تطبيق الانتي فيروس ده بيحمي موبايلك من اي مواقع خطرة انت بتخش عليها على الانترنت. بتكون في مواقع محظورة، بتكون في مواقع الغرض منها ان انت مجرد ما تخش على الموقع او على الصفحة بتلاقيه دخل يقدر ان هو يخترق الجهاز بتاعك، يقدر ان هو يخش يشوف الصور، يشوف الارقام اللي عندك، الفيديوهات، الحاجات اللي انت محملها، لو عندك لو عندك تطبيق بنكي وعندك حساب بنكي بيقدر ان هو يخترق جهازك كله. وكمان بتبقى فيه ارقام مثلا وهمية كده او ارقام تلاقيها على الواتساب بتبعت لك رسالة. الرسالة دي بتكون عبارة عن صفحة إلكترونية، بمجرد ما بتضغط عليها بتلاقيه راح محولك على طول ان هو الشخص اللي بعت لك الرسالة دي يقدر ان هو يخترق جهازك كله. فطبعا برامج الحماية وبرامج الانتي فيروس ده بيحمي جهازك، ان انت لما تخش على اي موقع محظور او اي موقع فيه يعني في هاكر او حد هيخترق جهازك او كده بتلاقيه بيحذرك، بيقولك ما تكملش او اعمل شغل برنامج الانتي فيروس دلوقتي، اكتفه يعني او خليه ان هو يبقى ناشط علشان يشيل لك اي فيروسات او يشيل لك اي حاجه ممكن تضر جهازك او اي حاجه ممكن حد يخترق بيها جهازك ويخش ياخد كل البيانات او كل الداتا اللي عندك، سواء بقى عندك داتا مهمه، عندك صور عائليه، عندك حساب بنكي، عندك اي حاجه بيخش ان هو يخترقها كلها. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية. بس كده يعتبر ابسط شرح بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو، لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في كومنت، لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، السلام عليكم.